السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل مخلل اللفت زي المحلات بالظبط، وازاي يفضل معاكي كده مقرمش لحد اخر واحدة. نسمي الله كده. اول حاجة بنجيب كده اللفت يكون كده صابح، ويفضل ان احنا نشتغل فيه على طول. لو حابين تاخدوا الورق بتاعه وتعملوه محشي، بتقطفوه زي ما انا قطفته كده بالظبط، وبترصوه كده على بعضه وبيتسلق. يا اما بتحطيه في كيس كده على بعضهم كده، بترصيهم في كيس بلاستيك وتغلفيه كده بالاسترتش راب وتحطيه في الفريزر، يطلع من التجميد وهو مجمد على المية السخنة على طول. يعني ثواني بس بتنزليه وتطلعيه على طول، وبتاكلي احلى محشي ورق لفت. تمام. انا مكنتش هستخدمه فاستغنيت عنه، وسبت كده جزء صغير بس من العروق، وقشرت كده الجزء اللي فوق، وبعد كده هغرقه كده بالميه، وحطيت كده بس معلقه ملح وشويه كده من الخل. انا كده دلوقتي في مرحله الغسيل، انا لسه دلوقتي بغسله، وبدات كده اسيبه كده منقوع كده 10 دقايق، وبعد كده مسكته واحده واحده تحت الحنفيه وغسلتها كويس جدا. يفضل كمان لو في الفرشه بتاعه الخضار، تنظيف الخضار، تنضفي بيها كويس جدا. تمام. بعد كده اتصفى كده زي ما انتوا شايفين، وبدات كده اخده واقطعه. عايزه اقول لكم كمان، نقوا كده اللفت يكون صغير، ما يكونش كبير خالص، لانه بيكون شايخ كده، او من جوه كده عامل زي بيكون ملمسه كده مش يعني فاضي كده من جوه. تمام. زي ما انتوا شايفين انا هقطعه كده تقطيع عشوائي عادي، تقدري تقطعيه التقطيع اللي انت عاوزاها. وعندي كمان المشط اللي هو بتاع المخللات، بس انا ما كنتش يعني حابه استخدمه، انا كنت عايزه اعملهم سريع سريع كده. ويفضل كمان ما تعملوش كميات كبيره مره واحده. يعني انا عملت 2 كيلو، ولما يخلصوا بعمل تاني. يعني هو روحه قصيره، بس الطريقه اللي هنعمل بيها اللفت النهارده هتخليه مقرمش معاكي لحد اخر واحده، وبجد هتدعولي على الطريقه دي. بعد ما قطعته كده بقى كله، هبدأ اجيب بقى شوية ملح محترمين، وهحطهم على اللفت وهو في المصفى. تمام. يعني حوالي كده 4 معالق لفت 4 معالق ملح كبار، وهرشهم كده على اللفت وهو في المصفى، وهقلبهم كده بايدي كويس. وبعد كده هتلاقيه بدأ يصفي معاكي مية تحت في الطبق او الصينيه اللي حطاها من تحت، بتفضيها وهكذا لحد ما يصفي كل ميته. انا سبته كده حوالي ساعتين، يعني بتسيبيه لغايه ما يصفي ميته تماما. زي ما انتم شايفين كل ما بيصفي شويه كده من الميه بفضيهم. الخطوه دي مهمه جدا، بتخلي اللفت بيشد معاكي وبيصفي كل الميه اللي موجوده جواه، فما بيتخلل بيعيش معاكي فتره اطول، وما بيتهريش من التخليل. بعد كده بشطفه من الملح اللي موجود فيه، وببدأ كده اعبيه في برطمانات او علب بلاستيك. مفيش اي مشكلة، اهم حاجة تكون نظيفة وتكون ناشفة كويس جدا جدا من المية. انا حطيتهم كده في علبتين عشان البرطمانات عندي كانت مليانة، فعادي جدا ان انا استخدم علب. بعد كده هعمل المحلول بتاعه. بنجيب كده لتر مية، نكون مسخنينه وغاليينه، وبعد كده سيبناه لحد ما يبرد تماما. بعد كده بحط عليه 4 معالق كبار ملح، ومعلقة كبيرة من السكر. مهمة جدا، بتخلي معاكي اللفت مقرمش لحد اخر واحدة. وجربوه بجد هتدعولي على الطريقة دي، اللفت فعلا مقرمش جدا جدا. تمام. بعد كده ادوبهم كويس، ودي كده قطع بنجر صغيرة كده حطاها مع المية. وهبدأ كده احط في كل علبة كام قطعة كده من البنجر. اهم حاجة يكون المحلول معاكي مغطي اللفت بالكامل زي ما انتوا شايفين كده، وما فيش اي حاجة منه باينة. هو مش هيصفي مية خالص بعد التخليل، لاننا اصلا متخلصين من كل المية الموجودة في اللفت من الاول. بعد كده بحط كام ورقة لورا بتحافظ على اللفت بتاعك ان هو ما يعملش ريم كده على الوش، او اي نوع مخللات عموما حطوا عليها كده من فوق كام ورقة من اللورا. وبعد كده اغطيها زي ما انتوا شايفين كويس جدا، غطا محكم، وبسيبها كده على الرخامة